بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نتكلم في كورس السي سي ام بي، بس زي ما احنا قلنا هناخد الأول ريفيو كده سريع على بعض الأجزاء، مش كل السي سي ان اي، على أجزاء مهمة هتقابلنا دايما واحنا شغالين في السي سي ام بي. السي سي ام بي راوتر وسويتشنج هو الكلام بتاع السي سي ان اي راوتر وسويتشنج، بس بنبتدي نتعمق أكتر وناخد تفاصيل أكتر في الموضوع. وطبعا بنتعرف على مواضيع جديده برضو معانا في السي سي ام بي ما كانتش موجوده في الان اي، بس البيز بتاعها موجود معانا من الان اي. وزي ما احنا قلنا هو نفس كلام الان اي، وبنبتدي نتوسع فيه شويه. السي سي ام بي قبل ما نبدا نتكلم فيه، هو لو جينا دخلنا كده على الموقع بتاع سيسكو، هو بيبقى له 3 امتحانات مش امتحان واحد زي السي سي ان اي. السي سي ام بي بيبقى مقسوم عندي 3 اجزاء: راوتنج وسويتشنج وترابل شوتنج. ترابل شوتنج ما يعتبرش تراك، يعني ترابل شوتنج هو زي ريفيو كده على الراوتنج والسويتشنج، اللي هو انا مثلا مقابلاني مشكله في الاي اي جي ار بي، فاقول له مثلا شو اي بي اي جي ار بي باكيتس، شو مش عارف توبولوجي، شو في مش عارف ايه. طب شوف ابص دي ازاي، اعمل دي ازاي، اتعامل مع الترابل شوتنج عموما، حل المشاكل ازاي. فهو مش تراك، يعني نقدر نقول عليه تراك كامل هنتكلم فيه، لكن اللي هنتكلم فيه طبعا وتراك كامل هو الراوتنج والايه والسويتش. تمام. فبالنسبه اللي ناوي يمتحن ان شاء الله، هو بيبقى 3 امتحانات. الراوتنج ليها امتحان طبعا اللي هو الارقام بتاعته كده زي السيزون نيم، عندنا 200 125 والكلام ده. فالارقام عندي هنا 300 101 115 135. تمام. طيب زي ما احنا قلنا تاني ان الان بي هو نفس الكلام بتاع الان اي، بس هنبتدي نتكلم بتوسع اكتر، نمسك كل بروتوكول نتكلم فيه بتفاصيل اكتر. يعني بنمسك مثلا بروتوكول زي الاي اي جي ار بي، فنبتدي نتكلم بقى في كل التفاصيل بتاعته. المعادله مثلا اللي هي بتاعه المترك دي احنا خدنا فكره عنها كده في الان اي، فنتكلم عنها بتفاصيل اكتر. قصه مثلا مش عارف اللي هي بتاعه اللي هو فاست كونفرجنس، عشان بيستخدم الدول، عشان لو هو بيبقى عنده حاطط بيست روت وباك اب للبيست روت. طيب هنبتدي برضو نفس الكلام، بس هنبتدي نتكلم في الالجوريزم دي والقصه دي بتفاصيل اكتر. ان انا الاي اي جي ار بي، انا دلوقتي مثلا عندي شبكه داخليه هنا فيها كذا راوتر وربطهم مع بعض، طب في فرع تاني، طب هو بيتعامل على الوان ازاي، زي ما بيتعامل جوه اللان ولا ايه الدنيا ولا ايه. فبنبتدي نخش في تفاصيل اكتر في كل موضوع. فقبل ما نبتدي نخش في الان بي، عايزين نراجع على 3 حاجات اساسيين في الان اي، واحنا هنبدا راوتنج مش هنبدا سويتشنج، يعني هنبدا راوتنج. فهنراجع على الراوتنج عموما از جنرال كده: الاستاتيك، الريب، الاو اس بي اف، الاي اي جي ار بي. هنراجع على الاكسس ليست، بنحتاجها كتير في الشغل بتاعنا، هتلاقيها داخله معاك في دخانيق كتير قوي في الان بي الاكسس ليست. تمام. هنتكلم برضو او هنريفيو سريعا على الوان كونكشنز والكلام ده كله، لانه هيبتدي برضو هتلاقيه داخل في مواضيع كتير واحنا بنتكلم في السي سي بي. فما ينفعش ان احنا ما نبقاش فاهمينها، او ما ينفعش ان احنا نعمل ستوب وقتها ونرجع نشرح الوان، او نرجع نشرح الريب كان ولا الاوس بي اف كان شغال ازاي. فهنريفيو كده سريعا في الاول الدنيا بتاعتي بتاعه الراوتنج. وزي ما احنا قلنا 3 حاجات: الراوتنج والاكسس ليست والوان. بس لما نيجي نشتغل العمل بتاعها هنشتغله على الجي ان اس 3، مش هنشتغله على الباكيت تريسر. برضه اوضح لكم، احنا اكيد عارفين بس بوضح لكم برضه الفرق بين الباكيت تريسر والجي ان اس 3. الباكيت تريسر هو سيميوليتور، يعني هو من اي تو زي برنامج، هو بروجرام شغالين عليه. اما بدي امر كده انا بدي امر للبرنامج نفسه. لكن الجي ان 3 لا، انا بشتغل على الاي او اس الحقيقي بتاع الراوتر. زي فكره كده احنا اخدنا الام سي اس اي، زي فكره كده الفي ام وير، ان انا في الفي ام وير في الام سي اس اي بدي اجيب نسخه ويندوز تمام وبحطها جواه اللي هي الايزو واسطب واشتغل عادي جدا، انا شغال على ويندوز. وزي ما احنا قلنا كده في الام سي اس اي برضو، ان انا ممكن الجهاز اللي انا مشغله على في ام وير ده جهاز وهمي، انا ممكن اربط بيه الاجهزه الفيزيكال اللي موجوده عندي ويخدم عليها ويديها الخدمات بتاعته، صح؟ ففكره الجي ان اس 3 هي فكره الفي ام وير كده، ان انا بديله الاي او اس الحقيقي، الاوبريتنج سيستم الحقيقي بتاع الراوتر. وانا لما بدي اوامر دلوقتي انا مش بديها للسيميوليتور، لا انا بديها للاي او اس الحقيقي بتاع الراوتر بتاعي. تمام. فهنشوف ازاي بقى هتعامل مع البرنامج ده. الفرق مفيش فرق كبير في طريقه التعامل، يعني هنشوفها مع بعض. طيب تعالوا كده نبدا كده نرفرش المعلومات بتاعه الراوتنج.
طبعا هتكلم بسرعه لان المفروض احنا الكلام ده كله واخدينه وعارفينه يعني، وما اعتقدش لحقتوا تنسوه يعني، بس هنشيل من عليه التراب كده في السريع. تمام. طيب قلنا ان ايه الفكره بتاعت الراوتنج. انا دلوقتي الجهاز اللي هنا او اي جهاز هنا عايز يروح يكلم حد في شبكه تانية، فعشان يروح يكلم حد في شبكه تانية هيروح الاول لمين؟ للجيت واي بتاعه، الراوتر اللي عندي هنا. تمام. والراوتر ده عشان يقدر ان هو يوجه الداتا لازم يبقى عارف هو رايح لمين، ايه الطرق المتاحه عندي، ايه افضل مسار فيهم، ولو حصلت مشكله لافضل مسار يقدر يعدل في الراوتنج انفورميشن ويخش من الطريق التاني. وقلنا ان كل راوتر بيبقى جواه حاجه اسمها راوتنج تيبل، ده باي ديفولت بيبقى مسجل فيه الناس اللي هم دايركت كونكتد عندي. يعني باي ديفولت الراوتر من غير ما اعمل اي راوتنج هو عارف الناس الدايركت كونكتد عندي، الناس اللي موجوده عندي. لكن القصه هنا في الراوتنج ان انا مش عارف الناس البعيده عني، فلازم كل راوتر زي ما احنا قلنا كده في السلايد اللي فاتت اهوت لازم يبقى عارف ايه الشبكات اللي موجوده عندي، الطرق المتاحه، افضل طريق ليها ايه. تمام. فعشان الراجل ده او الراوتر بتاعي يقدر يعرف الكلام ده يبقى احنا لازم نعمل راوتنج. تمام. وعشان اعمل راوتنج عندي ستاتيك روت وعندي دايناميك روت. ستاتيك روت ان انا هخش مانوال على كل راوتر اقول له يا راوتر شبكه اكس روح لها من هنا وشبكه واي روح لها من هنا. الدايناميك ان انا هشغل راوتنج بروتوكول واقول له اديله الشبكات اللي لو فاكرين الدايركت كونكتد عندي، ويبتدوا هم يظبطوا الدنيا اوتوماتيك. يبتدي الراوتر ده يقول انا عندي كذا والراوتر ده عندي كذا ويتبادلوا الايه معلومات مع بعض، وحسب بقى انا شغال ريب ولا اوز بي اف ولا اي جي ار بي زي ما احنا قلنا كده. لو فاكرين كل شيخ وليه طريقه. فتعالوا كده نفتكر سريعا مع بعض الستاتيك روت. الفكره في الستاتيك روت انا لو جيت هنا على الراوتر ده وعايز اقول له لما حد يسالك على شبكه 16.1.0 دي خش لها من الطريق ده، فهاجي هنا اقول له اي بي روت، بديله هنا النتورك ادرس بتاع الديستنيشن بتاعي، الماسك بتاع الاي بي، والديفولت عندي هنا في الستاتيك ان انا بستخدم النكست هوب، الاي بي بتاع النكست هوب. ولو فاكرين احنا قلنا برضو ان انا ممكن اديها له برقم الايه الانترفيس اللي هخرج منه، بس كان في ملحوظه قلت لكم خدوا بالكم منها، ان ما ينفعش اديها له برقم الانترفيس الا اذا كنت دايركت كونكتد بيه. لكن لو فرضنا في ناس هنا في سويتش مثلا وفي اجهزه ثانيه في نفس البرودكاست دومين هنا، ما ينفعش اديها له برقم الانترفيس، اديها له بس لو انا دايركت كونكتد بيه. طيب وبعد كده اتكلمنا برضو في حاجه اسمها الديفولت روت. حاجه اسمها ايه؟ ديفولت روت. ايه الديفولت روت؟ ان انا دلوقتي لو فرضنا مثلا ان ده الكونكشن بتاع الانترنت، فانا عندي هنا الاف الشبكات. تمام؟ ملايين اصلا. لما عملناها سمرايزد هنشوف الكلام ده لما نيجي نتكلم على البي جي بي، فبيبقى عندك حوالي 2000 او 3000 انتري جوه. المهم فعندي شبكات كتير جدا، فمش منطقي ان انا هروح اديها لمين؟ للراجل ده مانوال. هقعد ادخل له 2000 نتورك ولا 3000 نتورك مانوال كده وكلهم على نفس الايه؟ على نفس النكست هوب، صح؟ فقلنا ايه الفكره عندي هنا؟ ان انا هاجي هنا على الراوتر ده واقول له اي بي روت اصفار. تمام؟ اصفار ده احنا قلنا انسبيسيفايد اي بي، يعني اي حد باي ماسك ارميه على النكست هوب ده. طيب كلام جميل. طب قلنا لو فرضنا ان انا عندي في شبكه هنا مثلا ولتكن 90 وانا مديها له ستاتيك. طب انا دلوقتي لما ابعت للراوتر اقول له انا عايز شبكه 90، طيب هيدخلني من الطريق ده ولا هيدخلني من الطريق ده؟ فقلنا هنا لو فاكرين احنا بنرجع للديستنس، الراوتر بيرجع للديستنس، الادمنستريتيف ديستنس. مين الادمنستريتيف ديستنس الاقوى؟ اكيد الستاتيك. حد فاكر بقى كان كام الادمنستريتيف ديستنس بتاع الستاتيك؟ 0 1. تمام؟ 1 ده اللي هو الديفولت اللي انا بديله بالنكست هوب، لو اديته له برقم الانترفيس فهيعامله معامله الدايركت كونكتد اللي هي 0. شطار مذاكرين اهو فاكرين اهو. طب ما نخش على الام بي على طول بقى. ماشي. طيب فهنا الديفولت روت ده كنا مسمينه اللاست ريزولت او الملاذ الاخير، اخر حاجه بيلجا لها خالص الراوتر بتاعي. كان الديستنس بتاعته كام؟ حد فاكر؟ 255. طيب فالفكره تبسيطا برضو للموضوع كده بما اننا فاهمين يعني. تمام؟ الفكره كده لما نيجي نبسطها زي بالنسبه انا دلوقتي لو عندي جهاز كمبيوتر بديله حاجه اسمها ديفولت جيت واي اللي هو الراوتر بتاعي، صح؟
فانا هنا بالنسبه للفكره بتاعت الديفولت جيت واي انا بقول له ايه؟ بقول له لو انت هتكلم حد مش معاك هنا، مش في نفس النتورك ادرس، يبقى انت هترمي على الديفولت جيت واي بتاعك، صح؟ فهي نفس الفكره كده بس على اكبر، ان انا بقول للراوتر هنا ايه؟ انه لو الشبكه اللي انت عايز تروحها ما انتش عارفها، مش تبع الشبكات اللي جنبك اللي انت عارفها، تمام؟ يبقى انت في الحاله دي هترمي على الديفولت روت اللي هو ده، ارمي بقى هنا، هو ده هيوصلك للايه؟ للشبكه اللي انت عايزها. فاهمه الفكره؟ فاهمين الفكره؟ فالفكره عندي عامله زي ما انا بدي جيت واي كده للبي سي العادي، فالديفولت جيت واي ده برده للراوتر بقول له لو انت هتروح شبكه ما انتش عارفها او مطلوب منك شبكه انتش عارفها، يبقى ارمي على الديفولت جيت واي اللي هو غالبا بيكون الكونكشن بتاع الانترنت. واضح الكلام ده؟ فيها مشكله في القصه دي؟ طيب زي ما احنا اتفقنا هنجرب الكلام ده على الجين 3، فتعالى واحده واحده كده نشوف انا هشغل ازاي اصلا الجين 3 وازاي ابتدي بقى اجرب عليه الستاتيك والريب والاوس بي اف والايه والاي اي جي ار. ماشي؟ طيب البرنامج بتاع الجين 3 ممكن تنزله عادي من على الانترنت، هو فري مش بفلوس يعني، تمام؟ لو دخلت وعملت سيرش هتلاقي على جوجل، هتلاقيه وداك للموقع بتاعه، تعمل له داونلود، ما فيهوش اي تكلفه ولا اي حاجه، تمام؟ بعد ما هتسطبه تعال نشوف كده شكله بعد ما تسطب. برنامج عادي مش محتاج ان احنا ايه ننزله ونقعد نسطب يعني. ده شكل البرنامج بتاعي، تمام؟ وهنا لما باجي ابص كده على الديفايسز اللي عندي هنا بيظهر لي الديفايسز اللي انا مدخل له الاي او اس بتاعها، تمام؟ احنا اتفقنا الجين 3 انا بديله الاي او اس وهو بيشتغل عليه. فهنا الديفايسز اللي هتظهر معايا هنا دي الديفايسز اللي انا مدخل له الاي او اس بتاعها. هنشوف دلوقتي هنضيف اي او اس ازاي. فبيظهر لي هنا الاي او اس، الراوترات اللي انا مديها الاي او اس بتاعها. طيب لو انا حابب اعمل شبكه، او ممكن اجي كده اهو دراج اند دروب عادي جدا اهو، تمام؟ وعندي هنا نبص كده الديفايسز بتاعتي اهوت. لو انا عايز احط ايه ايثرنت سويتش عادي اهو، مثلا تعال نحط سويتش الناحيه دي، سويتش الناحيه دي. عندي هنا دي البيسيز بتاعتي، تمام؟ وعندي هنا عندي في بي سي او فيرتشوال بي سيز، تمام؟ وفي عندي هوست. ايه الفرق ما بينهم؟ الكلاود بيتعامل زي الهوست برضه، مفيش اي مشكله. القصه هنا ان الفيرتشوال بي سي ده جهاز وهمي انا بحطه كده، تمام؟ وبوصله اهي، دي الكابلات بتاعتي اهيت، اختار الايه البورت بتاعي واوصل كده الجهاز بتاعي، تمام؟ ده جهاز وهمي بستخدمه عشان اشوف التشيك بتاع الدنيا بتاعتي مظبوطه ولا لا، ابنج على الناس اللي هنا، بنج تمام، ما بنجش لا يبقى في مشكله، زي الباكيت تريسر عادي. طيب امال ايه بقى الهوست ده؟ بص الهوست ده لما اجي اوصله، خد بالك معايا، مطلع لي كروت اللان بتاع الجهاز بتاعي، مطلع لي كروت اللان بتاعت الجهاز بتاعي. فالفكره عندي هنا زي ما كنا بنتكلم كده في الفي ام وير، ان انا ممكن اخلي المكنه بتاعتي تظهر كانها جهاز عادي على الشبكه بتاعتي، تمام؟ اللي هو فاكرين كنا بنعملها بريدج، تمام؟ فهنا انا ممكن اربطه بكارت لان من الكروت اللي موجوده عندي، وممكن اقدر من خلاله اتعامل مع الشبكه الخارجيه. يعني احنا في الفويس بنعمل ايه؟ واحنا في اللابات اللي بنشتغل بيها عادي كده بنجيب راوتر وبنشغله حاجه اسمها كول مانجر، تمام؟ واروح اعمل له بريدج زي ما احنا شفنا كده، واخليه يقدر الاجهزه اللي موجوده عندي دي تكلم بعضها من خلال النسخه اللي هي فيرتشوال اصلا على الجي ان 3، تمام؟ تمام. طيب نشيله. طيب تعالى هنا نجرب بايه؟ فيرتشوال بي سي هيبقى اسهل معانا. طيب هنا لو ضغطت على دي بيجيب لي الديفايسز كلها، يعني الراوترز، الاجهزه، الايه، الحاجات المتاحه عندي اللي انا اشتغل عليها مره واحده. لكن هنا بيفصلهم عن بعض، انت عايز راوترز، عايز سويتشات، عايز اجهزه، حسب ما انت عايز. طيب تعالى نوصل كده الايه الدنيا بتاعتنا دي. لسه ما قومناش الراوترات، نقومها. بص عندي هنا فوق
ده بيقفل لي الديفايسز كلها مره واحده. تمام. لو عايز اشغلها هضغط على بلاي دوت او ستارت، ده هيروح مقومهم لي كلهم. وبتشوف هنا وانت لو واخد بالك انه لو راوتر عندي مطفي مثلا، او لو جيت طفيتهم اهو، بص هتلاقي الراوترز ايه والاجهزه برضو طفت معايا، طفى كله. تمام. هنيجي هنا هيشغلهم كلهم. لو طفيت جهاز معين هتلاقي اللمبه بتاعته ايه طفت. طيب تعال نوصل الاجهزه كده عقبال ما تقوم. هي هنا مثلا سيريال ايه 0 على 1، واعمل هنا عشان اظهر البورتات بتاعتي. تمام. هنا مش لازم اغير نوع الكابل، هو واحد معايا يعني. هنا مفيش عندي، مش زي الباكت تريسر عندي انواع كابلات. هو انا لما اجي بوصل، انا اخترت سيريال فهو وصل سيريال، اخترت بورت سيريال فوصل بورت سيريال. فهنا هختار مثلا بورت اهو فاست ايثرنت اهو، خلاص هو وصله فاست ايثرنت. تمام. تمام. اوكي. طيب عايزين نبني التوبولوجي دي كده من الاول، ونديهم ايه ايباد ونشغل عليهم ستاتيك روت. ماشي ماشي. طيب مبدئيا قبل ما نخش نعمل كونفيجريشن على الراوتر نفسه، الجين ستريم الاول خالص كده زي ما احنا قلنا هتعملوا داونلود من على الموقع بتاعه عادي، ما فيهوش حاجه، فري. تمام. ولا محتاج كراك ولا محتاج اي حاجه. بعد ما بتسطب البرنامج عندك زي ما احنا قلنا، لما بتيجي تقف هنا بيظهر لك بس الديفايسز اللي انت ضايف لها الايه الاي او اس بتاعها. تمام. طب لو انا عايز اضيف اي او اس جديد، او معايا راوترز عايز اكتر من موديل عشان عايز اعمل اكتر من حاجه، تمام، ازاي هنضيف الاي او اس؟ تعالى شوف عشان الكلام ده تنفذه عندك في البيت لما تيجي تشتغل على الجين 3 معايا يا ريس. فهنيجي هنا بريفرنس ديت، هتلاقي في عندك هنا اي او اس راوترز. تمام. تمام. فتيجي هنا هتقول له هنضيف اي او اس جديد. تمام. هقول له نيو ايمج براوز، اشاور له مكانها فين. تعالى مثلا نشغل ال 7200 ده مثلا. اوكي. اسمه لو انت عايز تغير اسمه، تمام، البلاتفورم بتاعه 7200 زي ما هو، سيبه بالبلاتفورم عادي. الديفولت رام اللي هو بيستخدمها طبعا زي برضو فكره الفي ام وير، هو بيسحب من الرامات بتاعه الجهاز بتاعي. فالراجل ده الديفولت انه هيسحب 500 وايه و12 ميجا. عايز ازود عايز اقلل براحتك مفيش مشكله، بس زي ما احنا متفقين ده بيسحب من الرامات بتاعه الجهاز بتاعك. نكست. هنا السلوتات بتاعته انا عايز اركب عليه مثلا ايه وكايه ايثرنت، عايز اركب عليه مش عارف ايه، حسب ما انت ايه ما انت عايز. تمام. الايدل بي سي ديت ايه الفكره بتاعتها؟ ان هو بيحاول يظبط القيم بتاعته لما يجي يتعامل مع الرامات. يعني هو بيحاول يظبط التعامل بتاع البرنامج بتاعي او مشغل اي او اس دوت، بحيث ان هو يظبطه على اقل اهلاك او اقل اشغال للرامات بتاعتي. تمام. فتعالى كده نقول له اعمل ايدل بي سي، يحسب له كده ايه الدنيا بتاعته ماشيه ازاي. هو بيقول لك ان القصه دي بيحسب له الايه الحجم اللي هو يحتاجه قد ايه عشان ما يشغلش البروسيسور ولا الايه ولا الرامات بتاعتي، ما ياخدش 100% منها يعني. تاخد وقت شويه معلش. اوكي. لو جيت وقفت هنا بص كده بقى معايا ايه الراوترين اهوت. عايز اشتغل على ده، عايز اشتغل على اوبشن معين، لان خد بالك الاي او اسات مش كلها زي بعضها. يعني في مثلا انت ممكن يقابلك في الشغل تيجي عايز تنفذ حاجه معينه، فيتشر معينه عايزها، فتيجي تشتغل على الراوتر فتلاقيها مش شغاله معاك، فتقعد انت ايه تلف حوالين نفسك والدنيا والقصه، وهي اصلا الاوبشن ده او الفيتشر دي مش موجوده اصلا
في الاي او اس اللي انت شغال عليه. وفي موقع كده ظريف تبع سيسكو، طبعا سيسكو يعني اللي عاملاه، نسيت الاسم بتاعه، هبقى اجيبه لكم دلوقتي حالا، او ثواني اجيبه لكم اهو. تمام، بتخش تشوف هنا انت عايز فيتشر معينه عايز تشوفها موجوده في انهي اي او اس. يعني مثلا انت جيت تطبقها على الاي او اس اللي معاك فما اشتغلتش، فانت هتقعد تجيب في الاي او اسات وتجرب؟ لا، بتخش هنا وتعمل سيرش تشوف الفيتشر دوت او التكنولوجيا او الحاجه اللي انت عايزها دي، وتعمل سيرش عليها، يقول لك ده موجوده في اي او اس كذا وكذا وكذا، فتقدر انك تجيب الاي او اس وتشغل. طبعا الاي او اس المفروض لو هتنزله من سيسكو طبعا بفلوس، تمام، لكن اتصرف بقى، احنا بنحب نتصرف، صح؟ تمام. فظريف الموقع ده يفيدك يعني. المهم نزلنا هنا اكتر من اي او اس اهوت، عايز انزل تاني براحتي مفيش مشكله. طيب لما باجي بقى اتعامل مع الراوتر بتاعي، احنا عارفين ان هو لما اجي هنا الراوتر مفيش اي كونفيجريشن مفيش اي حاجه، فانا لازم اخش كونسول. وعشان اخش كونسول انا محتاج برنامج زي اللي هو الباتي، فاكرين الباتي؟ تمام. عندي هنا الديفولت الجين 3 لما بينزل بالباتي، الديفولت بتاعه ان هو بينزل بالباتي. بس هنا انا مشغله مع حاجه اسمها سكيور سيرت، ده برنامج ظريف. الميزه فيه ان هو بيبقى مجمع لي الراوترز كلها في ويندو واحد، يعني الباتي بيقعد يفتح لك كل راوتر في ايه؟ في ويندو لوحده. فده بيدينا شويه فيتشرز كده، من ضمنها برضو قصه ان هو اجمعهم مع بعض. يعني انا دلوقتي مثلا اهوت ده راوتر 3، احط هنا مثلا اهو حاططها جنبه، تمام؟ اوكي. لكن لو انا شغلته على الباتي، بص كده، تعالى برضو نلعب شويه هنا الكونسول ابلكيشنز. الديفولت ان هو بيبقى شغال على الايه؟ على الباتي زي ما احنا قلنا. فين الباتي؟ سوبر باتي، ماشي. مش راضي يفتح. مفيش مشكله، زي ما قلت لكم كده انا مشغله مظبطه اصلا على الايه؟ سكيور سيرت دوت، بيبقى افضل في الشغل بتاعنا يعني. تمام. بس هي القصه ان هو غالبا السكيور سيرت دوت في عندك، بص كده هتلاقي فيه سكيور سيرت وفي برضو برامج تانية اقدر استخدمها، بس هو افضلهم السكيور سيرت دوت. بس غالبا اللي هيبقى نازل مع الجين 3 الحاجات دي كلها، على فكره البرامج والحاجات دي كلها بتنزل باكج كده. لما تيجي تنزل جين 3 بينزل معاه البرامج دي، يعني بيبقى في باكج برامج كده بتنزل معاه، تمام. فالقصه ان هو انت هتلاقي السكيور سيرت دوت مش اكتف، او البيلت ان اللي موجود مع الجين 3 مش اكتف، مش هيبقى شغال معاك اكتف. فلازم تنزل نسخه، وهنديكم في الماتيريال معاكم نسخه ليه تسطبها عشان يشتغل معاك زي ما احنا شايفين كده، تمام. اوكي، واصل الكلام ولا في حاجه تايهه؟ تمام. يبقى تاني من الاول كده، في الجين 3 هتنزله من على الموقع، تمام. هتدخله الاي او اس زي ما احنا شفنا الخطوات ازاي ادخله الاي او اس بتاعه. وزي ما احنا قلنا الديفولت ان هو شغال على الباتي. لو عايز حاجه اخف واسرع معاك تنجز معاك، ممكن تسطب البرنامج اللي هو سكيور سيرت ده زي ما احنا قلنا. وهتخش هنا في البريفرنس برضو، فين؟ في الكونسول ابلكيشنز دي، وتشاور له تقول له لا احنا عايزين الايه؟ السكيور سيرت، مش عايزين الباتي. شغال على الباتي عادي، مفيش مشكله، بس يعني دي حاجه براحتك انت، تمام. تمام. طيب مفيش اي ملاحظات تانية اعتقد في قصه الجين 3. نبدا نشتغل بقى على التوبولوجي اللي قدامي دي، عايزين نظبطها، تمام. طيب هنبدا بالراوتر الاولاني. هنا مثلا هنحط هنا مثلا شبكه 10 20 30 40، تمام. وعندي هنا برضو زي ما في الباكيت تريسر كده، لو انا عايز احط نودز ليا افتكر بيها، فاقول له مثلا هنحط الناحيه دي، سوري،
تمام. هاجي هنا المفروض خش على بورت F0 على 0 عشان ايه؟ اديله الاي بي بتاعه اللي هيبقى جيت واي للناس اللي هي شبكه كام؟ 10. فنخش كده على راوتر واحد. تمام. F0 على 0. تمام. نو شت داون اي بي ادرس 10 0 0 1 255 0 0 واروح على الانترفيس التاني اللي هو بقى المفروض كام؟ سيريال 1 على 0. هنقول له برضو ايه؟ نو شت داون اي بي ادرس. تمام. 20 0 0 وليكن 1 55 0 0 0. اوكي. هنروح على الراوتر اللي بعد منه. خش انترفيس سيريال 1 على 0 نو شت داون اي بي ادرس 20 كام؟ 2 255 0 0 0. ما انساش بقى هنا وهو نقطة مهمة عشان انا بتعامل مع سيريال ان انا اديله ايه بقى؟ حد فاكر؟ كلوك ريت. متنسوش. فاقول له كلوك ريت اي حاجة بقى 2400 بس. ماشي. واروح على الانترفيس التاني اللي هو سيريال 1 على 1. نقول له نو شت داون اي بي ادرس كام بقى؟ ايه؟ انا هعملها في ار 2. هعملها على الناحيه دي وعلى الناحيه دي. ما احنا لو فاكرين انا بعملها في ناحيه والتانيه الناحيه التانيه بتظبط عليها. يعني ممكن اعملها في الراوترين التانيين برضه. انا عملتها دلوقتي على بورد 1 على 0. قلت له 2400. هو هيروح يظبط مع اللي قدامه اللي هناك ده اللي انا ما حطيتلوش كلوك ريت لو اخدت بالك. هيظبطها معايا خلاص كده. اللي هي دي سي اي والدي تي اي لو فاكرين. تمام؟ تمام. طيب. هنا كام؟ 30 وليكن 2. تمام. كلوك ريت برضو نفس الكلام. اديته نشط. ماشي. تمام؟ تمام. معلش يا باشمهندس الكلوك ريت ده انا مش فاكره. معلش توضحه. حاضر حاضر. ثواني. هنخش هنا انترفيس سيريال 1 على 0. تمام. هنقول له نو شت داون اي بي ادرس 30 0 0 اي حاجه ولا يهمك يا ريس اي حاجه. تمام. واروح على الانترفيس اللي تحت اللي هو بقى كام؟ نتاكد. هو F0 على 0 بس نتاكد. F0 على 0. نقول له ايه؟ نو شت داون. تمام. اي بي ادرس 40 0 0 ايه؟ 1. كلام جميل. فيها مشكلة في الكلام ده؟ طيب. هنيجي هنا برضو عشان اتأكد ان الشغل مظبوط. تمام. انا هنا مدي الراجل ده اي بي كام اللي هو عندي هنا 30 كام؟ 30 2. تعالى كده نبنج على 30 2. بينك 30 0 0 2. سكسس اوريدي. تمام. وتعالى برضو اتأكد كده هنا في 2 كده. تعالى نبنج على 20 0 0 1 اللي هو الراوتر اللي قبل منه بيبنج اهو. تمام. كلام جميل. اوكي. طيب. تعالى بقى قبل ما نشغل برضو الراوتنج هنا. تعالى هنا الاجهزه اللي تحت دي نديها
اي بيهات. تعال نشوف هندي الاجهزه اللي تحت دي اي بي ازاي. انا واقف على الجهاز دلوقتي، هقول له هنا بص كده اي بي، وبكتب الاي بي بتاعي مسافه، بكتب هنا الماسك بتاعي مسافه، بكتب الجيت واي بتاعي بيتشيك. تمام اوكي، اتاكد كلامي مظبوط. تعالى نعمل بنج على 40001 كده بيبنج اهو. امين تمام. هروح على الراجل اللي هنا ده اوكي، واعمل نفس الكلام. هقول له هنا اي بي 1000 وليكن 2 255 000 10 1. طيب كده بقى زي ما احنا عارفين كل واحد هيبنج على اللي جنبه. لو جيت ابنج بقى من الجهاز اللي انا واقف عليه اللي هو بي سي 2 ده، جيت ابنج على بي سي 1 مش هيبنج. ليه؟ لان زي برضو ما احنا عارفين ان كل راوتر هو مسجل بس الناس الدايركت كونكتد بيه، لكن الناس البعيده عنه ما يعرفهاش. طيب عشان يعرفها بقى تعالى نشوف، نبدا كده مع بعض واحده واحده. فهاجي هنا على راوتر واحد اللي هو الاولاني خالص ده، تمام. هقول له اي بي روت، تمام. الشبكه اللي انا عايز اروح لها وليكن 40 نتورك ادرس زي ما احنا اتفقنا. الماسك بتاعي النكست هوب، يا اما اديله اي بي النكست هوب يا ايه رقم الانترفيس اللي ايه اللي انا خارج منه، حسب ما احنا عايزين. تعال نجرب بالايه النكست هوب. احنا ادينا ده 20 وده 20 صح؟ طيب شبكه 30 برضو نفس الايه نفس الطريق. شبكه 30 ايه نفس الطريق. طيب لو جيت هنا قلت له شو اي بي روت، تمام. اهو عندي 10 و20 و30 و40. طبعا 30 و40 حاططهم ايه ستاتيك. واحد ده اللي هو الادمنستريتيف ديستانس، تمام. زيرو ما عنديش مترك هنا في الستاتيك، تمام. هنروح نعمل نفس الكلام بقى على الراوترين التانيين. اقول له اي بي روت شبكه ولتكن 10، الماسك بتاعها هخرج لها من سيريال 1 على 0. ايه؟ ما احنا ادينا له اي بي والجيت واي، هنعمل فيها ايه تاني؟ عملنا الستاتيك روت جوه الثلاث راوترات. هنبنج بقى من بي سي 1 على 2، تمام. احنا مدين ده كام 10 2. اقول له بينج 10 0 2، تمام. زي ما احنا عارفين في الاول بيديني مرتين ثلاثه كده فيل عقبال ما نظبط الار بيظبط الدنيا، وبعد كده ايه شغال معايا بيبنج على الراجل اللي هناك اهو، تمام. ممكن بقى اوقف الشو وتعملوا القصه دي ظريفه وسهله مفيش اي حاجه. بس هي القصه في الفكره مش في التوبولوجي نفسها او في الاوامر حافظينها، بس انا عايزكم ايه تتعودوا على الجينستري، يعني تشتغل تعملها انت بايدك. الاوامر ما فيهاش حاجه وحاجه محفوظه يعني، بس الفكره او الجديد ان احنا عايزين ايه ايدينا تاخد على الشغل بتاع الجينستري. اوكي نفصل الشو ونرجع تاني نكمل كلامنا. كده جربنا الايه الستاتيك روت، تمام. زي ما احنا عارفين اني يا اما هشتغل ستاتيك روت يا اما هشتغل دايناميك روت.
ستاتيك روت زي ما احنا قلنا ان انا المفروض هخش مانوال على كل راوتر، اعرفه كل الشبكات اللي موجوده عندي يروح لها ازاي. وبرضه افكركم بنقطه برضه ظريفه ومهمه، ان انا لو عندي طريقين، لو انا عندي طريقين هيودوني للشبكه اكس بتاعتي، وعايز اقول له خش من الطريق ده افضل من الطريق ده، حد فاكر كنت بديها له ازاي؟ بتحكم فيها بالادمنستريتيف ديستانس. فادي له مثلا الروت دوت وادي له ديستانس مثلا 10، واروح نفس الشبكه كده اروح مديها الروت الثاني، تمام، واحطه بديستانس وليكن 20، فبيفضل 10 عن 20، كلام اكيد كلنا عارفين. طيب الراوتنج بروتوكولز زي ما احنا قلنا ان انا عندي في انتيريور واكستيريور. انتيريور ما بين الراوترات وبعضها جوه الاوتونوموس سيستم بتاعي. اكستيريور ده اللي هو زي البي جي بي، اخدنا برضو عنه فكره صغيره كده في الان اي، وهنتكلم عنه بتفاصيل اكتر في الان بي ان شاء الله. تمام، فده بيشتغل بيربط اوتونوموس سيستم مع بعضها. زي ما احنا قلنا كده الانترنت عباره عن مجموعه سيرفيس بروفايدر مربوطين مع بعض، فاللي رابطهم مع بعض هو البي جي بي. لكن داخليا انا عندي فيه 3 تقسيمات بقى للبروتوكولز الداخليه اللي عندي، اللي هو حد فاكرهم؟ ديستانس فيكتور اللي هو الريب، وبعدين كده اللينك ستيت الاو اس بي اف، وعندي الهايبريد اللي هو الاي اي جي ار بي. طيب الديستانس فيكتور زي ما احنا قلنا الريب، وقلنا هنا لو فاكرين كل شيخ وليه طريقه، تمام، فقلنا هنا مثلا بالنسبه للريب هيفضل الايه؟ الاقرب، لان هو بيتكلم في ديستانس، وقلنا ان الديستانس دي هيقيسها بالهوب كاونت، انا هوصل للراجل ده بعدد هوب كاونت قد ايه. فلو قلنا مثلا عندنا هنا شبكه 10 يبقى هو هيوصل لها بهوب كاونت 1 من الناحيه دي، هيوصل لها من الناحيه دي ب3، لا يبقى ياخدها بهوب كاونت 1. فهيجي الاوس بي اف يقول ده هوب كاونت اقصر، بس اللينك هنا سرعته بطيئه، انا هاخد اللينك ده عشان اللينك ده ايه؟ اسرع. هيجي الاي جي ار بي يقول لا ما ينفعش ابص على سرعه بس او مسافه بس، لازم نبص على سرعه وعلى مسافه، والكابل بتاعي ده ثابت ولا بيقطع ولا تمام. بدأنا نتكلم على الريب، وقلنا الفكره بتاعت الريب ان هو كل راوتر هيبعت الفول راوتنج تيبل بتاعه للنيبرز بتاعته از بريودك ابديت كل قد ايه؟ حد فاكر؟ 30 ثانيه، ماكسيموم اتش 180 ثانيه. وزي ما احنا قلنا ان كل راوتر هيشوف ايه اللي مش موجود عنده ويسجله، فالراجل ده بعت له اهوت بيقول له انا عندي ايه؟ 4، فيروح مسجل 4، اروح لها من ايه؟ من سيريال 1. وهنا ده اللي هو الهوب كاونت، انا هعدي على كام هوب عشان اوصل للديستنيشن بتاعي. ويبتدي ده الاخر يبعت الراوتنج تيبل بتاعه، فيبتدي كل راوتر يشوف الدنيا بتاعته ماشيه ازاي. بعد كده في الكونفيجريشن بتاعته قلنا ان انا عندي راوتر ريب، وبعد كده بديله الشبكات الدايركت كونكتد عندي، عكس الاستاتيك انا بديله الشبكات اللي بره، انما الريب انا بديله الشبكات الدايركت كونكتد عندي. وقلنا هنا طب انا بديله الدايركت كونكتد عندي ليه؟ ما هو عارفها وكده كده هيبعتها في الراوتنج تيبل. لكن قلنا لا، انا بديله الشبكات اللي انا عايزه يادفرتايز عنها او يعرف الناس بيها، تمام. فلو انا عندي مثلا الراوتر بتاعي عندي شبكه 10 20 30، فانا عايز 30 دي ما تخرجش بره، مش عايز يبعت معلوماتها للراوترات الثانيه، انا عايز بس اكلم بيها 10 و20، يبقى ما ادهالوش في الكونفيجريشن بتاعته. طيب بعد كده قلنا ان في الريب ممكن يحصل عندي لوب، ان هو انا دلوقتي لو جينا شبكه 4 دي وقعت، فزي ما احنا قلنا الراجل ده هيمسحها من الراوتنج تيبل بتاعه، ما بقتش موجوده. طيب مستني ال 30 ثانيه عشان يبعت الابديت بتاعه، فاللي حصل في خلال ال 30 ثانيه ده ان ايه؟ ان الراجل ده بعت الابديت اللي بيقول عندي شبكه 4، فهيروح ده عامل ايه؟ مسجلها عنده ان هو هيروح لها من سيريال 0 بدل اي 0 بقى هتبقى سيريال 0، تبقى هوب كاونت ده مسجلها ب1، ده هيحطها بايه؟ ب2 ويبعتها له، فده المفروض يحطها ب3 ويبعتها له، فيحصل لوب عندي. طيب ازاي بنمنع لوب؟ باي ديفولت عندي الماكسيمم هوب كاونت عندي كام؟ احنا قلنا للريب حد فاكر؟ 16. الماكسيمم هوب كاونت عندي 16. طيب كلام جميل. فهيفضل كده يزيد معاه لحد ما يوصل 16. لما يوصل 16 هيعمل روت بويزنينج، هيسمم الروت، هيحطه انفينيتي. وزي ما احنا قلنا ده اجراء علاجي، انما في عندي برضو اجراء وقائي اللي هو امنع اللوب ازاي ان هو يحصل. يعني هو دلوقتي في القصه بتاعت ال 16 دي اللوب حصل اوريدي، فانا هوقفه عند 16، لكن انا عايز اصلا اللوب ما يحصلش. فبيقول لي هنا في برضو باي ديفولت شغال معايا حاجه اسمها ايه؟ سبريت هورايزون. بتقول لي سبريت هورايزون ان انا همنع ان الابديت يرجع
من الطريق اللي جه منه. يعني انا عارف دلوقتي شبكه 4 عن طريق سيريال واحد، فما ينفعش ابعت معلومه عنها على الطريق ده. يبقى انا لما اجي ابعت الراوتنج تيبل بتاعي هنا يبقى هشيل منه الشبكات اللي انا عارفها عن طريق سيريال واحد، واما اجي ابعت الراوتنج تيبل على سيريال 0 اشيل منه الشبكات اللي انا عارفها عن طريق سيريال 0. واضح الكلام ولا فيها مشكله؟ طيب بعد كده عندي، او قبل برضو ما نتكلم على الاوس بي اف كده افكركم سريعا، قلنا ان انا عندي في الريب في ريب فيرجن 1 وفي ريب فيرجن 2 وفي الان جي اللي هو شغال مع اي بي فيرجن 6. تمام؟ طيب قلنا هنا الفرق بين ريب فيرجن 1 وريب فيرجن 2 اللي هم شغالين مع اي بي فيرجن 4. اول حاجه واهم حاجه لو فاكرين ان هو ريب فيرجن 2 ده كلاس ليس، فيرجن 1 كلاس فول. يعني فيرجن 1 ما بيفهمش سب نيتنج، يعني انا قلت له 192 مش عارف ايه بلينس 27 ما يفهمش، هو 192 يبقى ده الماسك بتاعه سلاش 24. تمام. فده اهم فرق واول فرق. تاني فرق قلنا ان ريب فيرجن 1 بيبعت الابديت بتاعه برودكاست للناس كلها على 204 255 204 255 يعني. تمام. انما ريب فيرجن 2 حد فاكر بقى كان على مالتي كاست كام؟ 224 ايوه. طيب معنى الكلام ده ايه؟ ان هو باعت الباكت بيقول يا جماعه انا بكلم الناس اللي شغاله ريب، فاللي هيشوف الاي بي دوت لو هو شغال ريب يبقى هيستقبل الباكت، مش شغال ريب يبقى مش هيستقبل الباكت بتاعته. تمام؟ طيب بعد كده قلنا برضو حد فاكر في فرقين تانيين، حد فاكر؟ ريب فيرجن 1 بيستقبل من 2 عادي لكن 2 ما يرضاش يستقبل من 1، وقلنا خلاصه النقطه دي ان انا لو هشتغل ريب فيرجن 2 يبقى لازم يكون كله فيرجن 2. طيب النقطة الرابعة في الاختلافات ما بينهم ان ريب فيرجن 2 بيقبل اوثنتيكيشن، ان انا احط باسورد ما بين الراوترات بتاعتي عشان كسكيورتي ليا ما حدش يخش ياخد داتا يروح داتا. بعد كده بنتكلم على اللي هو اللينك ستيت، وبنتكلم تحديدا على مين؟ على الاو اس بي اف. قلنا الفكرة عندي هنا ان الراوترز بتاعتي اول ما بتشتغل بيبعت هيلو مسج عشان يديسكفر النيبور، يتعرف على النيبورز بتاعتي. بعد كده كل راوتر بيبعت حاجه اسمها LSA لينك ستيت ادفرتايزمنت، بيبعتها لكل الناس. كل الناس هتاخد كوبي منها وتفروضها للي بعدها. كل راوتر هيجمع عنده داتابيز لكل الراوترات اللي موجوده في الشبكه عندي. تمام؟ وبعد كده من خلال الجوريزم اللي هي شورتست باس فيرست اللي هي الكوست، يعني بيعتمد على حساباته على الكوست او السرعه، يبتدي يرسم مخطط للنتورك بتاعتي على شكل تري ويحدد البيست روت بتاعه اللي هيحطه في الراوتنج تيبل. طيب الاوس بي اف قلنا ان هو ستاندرد بروتوكول، كلاس ليس بروتوكول بيفهم سبنيتنج. ما عنديش مشكله مع اللوب، ليه؟ لان الراجل ده عنده خريطه، فاهم الدنيا بتاعتي كلها ماشيه ازاي. الرمز بتاعه او المالتي كاست 224005 وفي رقم تاني حد فاكره 6. الديستانس بتاعته الادمنستريتيف ديستانس 110، الريب كان 120. المترك عندي هنا بيتحسب بالكوست، وهنشوف ان شاء الله في الان بي تفاصيل المعادله دي. تمام؟ الهوب كاونت عندي هنا انليميتد لان انا مش خايف من اللوب، انا كنت حاطط 16 هناك في الريب عشان خايف من اللوب. طيب ازاي بقى بنعمل كونفيجريشن للاوس بي اف؟ باجي هنا اقول له راوتر اوس بي اف وادي له البروسيس اي دي، وقلنا البروسيس اي دي ده بيبقى رقم كده من 1 لحد 65000 مش عارف كام اللي هو الرقم ده. يعني ده الفكره فيه هي عمليه تنظيميه مش هتاثر قوي معانا، ان هو لو معايا مجموعه راوترات ماسكه مكان معين فاديهم رقم خاص بالمكان ده، ودول ماسكين اداره معينه او حاجه معينه فاديهم كعمليه تمييزيه يعني كده وخلاص. وبعد كده بخش اديله الشبكات الدايركت كونكتد عندي، واديله الوايلد كارد ماسك والاريا اللي هم تابعين ليها. الوايلد كارد ماسك زي ما احنا عارفين هو الماسك بس من وجهه نظر الهوستس بتاعتي. وقلنا ايه فكره الاريا ديت؟ اتكلمنا عليها في الان اي وهنتكلم عنها بالتفاصيل الممله في الان بي، لان هنشوف ان الاريا دي ليها انواع، حاجه اسمها ستوب اريا وفي حاجه اسمها توتال ستوب اريا وفي حاجه اسمها نوس ستوب اريا. فهنشوف ايه الفروق ما بين الارياز دي وامتى استخدم دي وامتى استخدم دي. طيب برضو اتكلمنا في موضوع مهم كده، انا بريفيو سريعا فلو في حد واقع في حته معينه نزود او نتكلم عنها بتفاصيل اكتر، لكن انا جاست بفكركم بالكلام بتاع الان اي عشان زي ما احنا قلنا واحنا شغالين في الان بي ما ينفعش نقف عند حته ونقعد نرجع ونيجي، تبقى الدنيا المعلومات فريش معانا. القصه هنا احنا قلنا في 3 اشكال للتوبولوجي بتاعتي عموما سواء مع الاوس بي اف او غيرها. تمام؟ لما اجي اربط الراوترات مع بعضها عندي في 3 اشكال، يا اما رابطهم على سويتش
ودول هيبقوا في نفس البرودكاست. تمام. يا اما عاملها بوينت زي التوبولوجي اللي احنا عاملينها دلوقتي على الجي 3 او كنا عاملينها قبل كده على الباكيت تريسر، وهنا اللي هي بتاعه الوان لو انا شغال فريم ريلي والكلام ده. طيب كلام جميل. النقطة اللي بنتكلم فيها هنا هي متعلقة بالقصة بتاعة البرودكاست مالتيبل اكسس دي، اللي هم لو في نفس البرودكاست دومين. فقلنا هنا هيبقى فيه هرجلة في الموضوع، يعني ده بيبعت وده عمال بيبعت وده كلهم في نفس البرودكاست دومين. كنت شبهتها لكم قلت لك لو دخلت أوضة كده ولقيت في ناس كتير قاعدة وكل اتنين ماسكين ودن بعض وبيتكلموا، هل هتسمع حاجة وهتماس حاجة؟ هتبقى الدنيا دوشة. فايه الفكرة؟ ان هو لازم يبقى في عندي راوتر هيبقى اسمه ايه؟ دي ار ديزيجنيتد راوتر، وفي باك اب ليه عشان لو الراجل ده حصل له حاجه ووقع. ده ايه الفكره عندي هنا؟ ان لو حد عنده اي ابديت اي حاجه مش هيبعتها كده للناس كلها، لا هيبعتها على للدي ار. تمام. كان بيبعتها على كام بقى؟ اللي هو 224.0.0.6. وبعدين الدي ار يستلم الحاجه دي ويبلغ هو الناس، يبقى زي ما احنا قلنا كده العمده او الكبير بتاع القاعده بتاعتي. وزي ما احنا قلنا برضو العمليه هنا عمليه تنظيميه. تمام. طيب ازاي بيختاروا الدي ار؟ بيبص الاول على البريوريتي. لو البريوريتي تساوت والديفولت ان هي بتبقى بواحد. تمام. وبقدر احطها من 0 لحد 255. لو خليت راوتر بزيرو ده معناه ان انا بستبعده بره المنافسه. تمام. فهنا لو انا ما لعبتش في البريوريتي فبيروح الراوتر يبص على الراوتر اي دي بتاعه. طب الراوتر اي دي ده بيجيبه منين؟ قلنا اما حضرتك هتديهوله مانيوال، تقول له يا راوتر انت الاي دي بتاعك 111 مثلا، قلنا ان هو بيبقى شبه الاي بي. ليه شبه الاي بي؟ عشان انا لو ما اديتهولوش مانوال هو هيروح يشوف اعلى اي بي عنده في الانترفيسز اللي موجوده ويختار اعلى اي بي ويستخدمه كراوتر اي دي. طيب قلنا برضو هنا نقطه فنيه جميله، انه بيبص الاول على الانترفيسز اللي هي اللوب باك. لو مفيش لوب باك يبقى هيروح لاعلى اكتيف فيزيكال انترفيس. وقلنا ليه بيروح الاول على اللوب باك؟ ده بيديني ستابيليتي اكتر للنتورك بتاعتي، ان هو الراجل ده لو فرضنا ان هو ما لهوش لوب باك وشغال على الاعلى اكتيف فيزيكال انترفيس، طب الانترفيس ده ما بقاش اكتيف. تمام. غيرت الاي بي بتاعه، طب فكده الراوتر ايه؟ الاي دي بتاعه هيقعد يتغير، فده هيديني عدم استقرار. لكن اللوب باك انا ضامن ان اللوب باك ده الانترفيس ده انترفيس وهمي جوه الراوتر مش كونكتد فيزيكالي، محدش هيشد الكابل فالشبكه تقع. تمام. فطول ما الراوتر شغال، طول ما الايه؟ ما البورت ده شغال، فبيديني ستابيليتي اكتر. طيب فهنا زي ما احنا قلنا الفكره دي كلها عشان يختاروا مين اللي هيبقى دي ار العمده اللي ماسك الايه؟ القاعده بتاعتنا دي. فيها مشكله في الكلام ده؟ طيب بعد كده اتكلمنا في قصه الاريا، ان هو انا دلوقتي كل ما الراوترز بتاعتي دي هتزيد عندي كل ما هيبقى في لود على كل الراوترات، فبالتالي هنا كل راوتر قاعد متابع كل الراوترات. طب راوتر الاي دي بتاعه اتغير، طب الشبكات اللي عنده مش عارف ايه، طب هيبعت لكل فالكل يغير. فقال لك لا احنا هنعمل ايه؟ عمليه تنظيميه كده، ان هو ايه؟ هخلي كل راوترين 3 مع بعض في ايه؟ في اريا. وبعدين الارياز دي كلها تبقى مربوطه بالباك بون اريا. تمام. وهنا الراجل ده اسمه اي بي ار، اريا بوردر راوتر. الراجل ده لازمته ايه؟ هياخد التلخيص اللي هنا ويبعته للناس دي، وياخد برضو التلخيص اللي هو بقى بتاع الشبكه دي كلها ويبعتها للناس اللي موجوده هنا. طيب المفروض ان الهيلو انترفال بتاعي كل 10 ثواني في الاوس بي اف، والماكسيموم بتاعه 40. وعشان الراوتر يبقى نيبر للراوتر اللي جنبه دوت يبقى لازم يكونوا نفس الاريا اي دي ونفس الهيلو والديت انترفال. طيب يعني لو فرضنا ان هو دايركت كونكتد كده بس التايم مش متظبط، او ده في اريا وده في اريا، ورغم ان هم فيزيكالي كونكتد مع بعض، لا مش هيبقى ما بينهم نيبر ريليشن. واضح الكلام؟ بعد كده الهايبريد قلنا اللي هو الاي جي ار بي هو سيسكو بروبريتيري بتاع سيسكو، بس برضو لو فاكرين قلنا ان هو الشركات الثانيه بدا ايه تعممها عندها، يخش برضو على الشركات الثانيه او الراوترز الثانيه، لكن هو اساسا بتاع سيسكو. كلاس ليس بروتوكول بيبعت على مالتي كاست 224.0.0.10، الديستانس بتاعته 90. فاست كونفرجنس لانه بيستخدم حاجه اسمها الدول، وزي ما احنا قلنا هنتكلم عنها برضو ان شاء الله بالتفاصيل في الان بي. تمام. الرمز بتاعه دي.
المترك زي ما احنا قلنا باندويث والديلي والريابيليتي برضه هنتكلم عنه بالتفصيل. الماكسيمم هوب كاونت عندي 224 وده زي ما احنا قلنا يعتبر انليميتد، لان انت لو جيت تعمل تريس للياهو ولا الهوت ميل ولا اي حاجه هتلاقي بينك وبينه ماكسيمم 15 هوب يعني، ف 224 دي رقم كبير. تمام. ومن اهم مميزات برضو الاي جي ار بي انه يقدر يتعامل مع اكتر من راوتد بروتوكول في نفس الوقت. يعني عندي شبكه شغاله مايكروسوفت شغاله اي بي تي سي بي اي بي، وعندي شبكه مثلا ابل شغاله ابل توك، وعندي شبكه مش عارف نوفل، عندي شبكه يقدر يربطهم مع بعض في نفس الوقت. وهنشوف برضو تفاصيل القصه دي ان شاء الله في الان بي. بنبدا الان بي الراوتنج بتاع الان بي ان شاء الله بنبداه اصلا بالاي جي ار بي. تمام. طيب بيبقى عندي نيبر تيبل، توبولوجي تيبل، راوتنج تيبل، وعندي هنا ده سكسيسور والفيزبل سكسيسور. السكسيسور ده اللي هو البيست روت، والباك اب بتاعه اللي هو الفيزبل سكسيسور. تمام. بحيث انه الدول بتقول لي ايه؟ ان هو لو البيست روت وقع بيبقى محضر الباك اب، مش لسه هيقعد يحسب. عشان كده بنقول ان هو فاست كونفرجنس، بيجيب البديل بسرعه. لو الباك اب وقع او ما عنديش باك اب بيبعت كويري مسج، بيبعت باكت استعلام للناس اللي حواليه، يقول لهم الحقوني يا جماعه عندكم لينك بديل للطريق ده، عندهم يبقى خير وبركه، ما عندهمش يبقى خلاص الموضوع انتهى. طيب الكونفيجريشن بتاعته ظريفه جدا. بنقول له راوتر اي جي ار بي، وبكتب هنا رقم الاوتونوماس سيستم، ولازم هنا جوه الاوتونوماس سيستم ما ينفعش الرقم يتغير، لو غيرته يبقى كده خرجته بره الدنيا عندي. وبديله الشبكات الدايركت كونكتد عندي، وزي ما احنا قلنا الاي جي ار بي فليكسبل جدا، ممكن اديها له من غير ماسك، ممكن اديها له بالماسك، ممكن اديها له بالوايلد كارد ماسك. بس قلنا كده النقطه لو فاكرينها انه في باي ديفولت الاي جي ار بي بيعمل اوتو سامري، بيعمل اوتو سامري. وقلنا يفضل لو انا عامل سبنيتنج بقى وعامل فاريبل لين سبنيت ماسك والجو ده، يفضل ان انا اوقف الاوتو سامري ده. ليه؟ لان انا فرضنا دلوقتي مثلا عندي الراجل ده الراوتر ده عنده شبكه 192 بلا 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 0 بلينس 27 و32 بلينس 27. ايه اللي هيحصل؟ انه هيعمل لهم سمرايز على الكلاس فول، فهيقول 192 بلا 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 بلينس 24. فممكن يبقى في راوتر تاني عنده مثلا، مش احنا قلنا 0 و32، ممكن يبقى عنده 64 مثلا و96 بلينس 27 برضه. فهنا هيروح ملخصهم برضو على كلاس فيل، فيحصل هنا ايه؟ كونفليكت، ان ده بيقول عندي 192 بلينس 24 وده بيقول عندي 192 بلينس 4، فما ينفعش. تمام. فلو حاجه زي كده يبقى هوقف الايه؟ الاوتو سامري، واعمل انا السمرايز بايدينا، وهنشوف اعمل ازاي للاي جي ار بي السمرايز بتاعه. تمام؟ تمام. الدي اتش سي بي ازاي هعمل الكونفيجريشن بتاعته؟ الموضوع سهل، فاكرين طبعا. بفعل السيرفيس لو هي مش متفعله، الديفولت ان هي متفعله، بديله هنا الدي اتش سي بي بول، واقول له مثلا هنشتغل على شبكه مثلا 10.0.0 كذا، بديله النتورك، بديله الديفولت جيت واي، بديله دي ان اس، بديله الليست ديوريشن لو عايز اديها له. تمام. ولو عايز اعمل اكسكلودد لايه؟ لاي اي بيهات عندي ما يوزعهاش، يعني عشان انا احطها ستاتيك على سيرفرات او على اي ديفايسز عندي. تمام كده. تعالوا بقى نخش برضو على ال ACL. ACL Access Control List، لستة التحكم في الدخول عندي. احنا شبهنا الكلام ده واحنا بنتكلم، شبهنا الراوتر ان انا عندي فيه شركة، والشركة دي ليها بوابات الناس بتخش وتخرج منها، والمفروض ان البوابات دي واقف عليها حد بتاع امن يشوف مين اللي داخل ومين اللي خارج، مين اللي مسموح له يخش مين اللي مش مسموح له يخش، صح؟ والمفروض ان الاداره محدده لسته معينه بالناس اللي تخش والناس اللي تخرج. فهو نفس الكلام عندي هنا على الراوتر، حضرتك انت الاداره بتحدد له ليست، تقول له اسمح لكذا يعدي او اسمح لكذا ما يعديش. تمام. وبنعمل لها ابلاي على الانترفيس اللي انا عايز اشغله عليها. الاكسس ليست لو فاكرين كان في عندي نوعين من الاكسس ليست، في عندي ستاندرد والثانيه اللي هي اكستندد. تمام. الستاندرد كنت بحدد فيها سورس بس، اكستندد بحدد سورس وديستنيشن. طيب زي ما احنا قلنا المفروض بحدد
الاكسس ليست، بحدد الانترفيس اللي هشتغل عليه، وبحدد ان ولا اوت. وزي ما احنا قلنا ان بالنسبه للراوتر، يعني بحددها ان ولا اوت دي بالنسبه للراوتر، انا داخل الراوتر ولا انا خارج من الراوتر. يعني لو جينا نقول انا عايز امنع 12 دي ان هي تكلم 14، فمين السورس بتاعي؟ 12 والديستنيشن كام؟ 14، فالباكت بتاعي هيبقى ماشي كده صح؟ فابتدي زي ما احنا قلنا كده افكركم امشي مع الباكت. انا لو هتكلم على البورت ده، لو انا هنفذ الاكسس ليست على البورت ده يبقى ان، لو انا هنا يبقى اوت، ان اوت ان اوت، صح؟ تمام. وقلنا ان انا هنا الافضل ليا، وزي ما احنا اتفقنا كده وافكركم، قلنا الموضوع هنا في الاكسس ليست لازم دماغك تبقى فليكسبل مع الموضوع. فقلنا هنا ان الافضل ليا ان انا احطها عند اقرب انترفيس للديستنيشن ده لو انا هشتغل ستاندرد، لاني مش محدد السورس. فالافضل ليا ان انا احطها عند مين؟ عند الديستنيشن. عشان انا دلوقتي هنا لو جيت مثلا حطيت الاكسس ليست هنا وقلت له ديناي 12 وسكيب، فايه اللي هيحصل؟ ال 12 مش هتعدي، فلو في اي شبكات هنا مش هيقدر يكلمها. فالافضل، وخد بالك هنا الافضل وليست قاعده، تمام، ان انا احطها عند اقرب انترفيس للديستنيشن. لان فرضنا انا مش عايزها فعلا تعدي هنا خالص، خلاص حطها على البورت ده، ايه المشكله؟ تمام. طيب لو انا شغال نفس التاسك كده، عايز امنع 12 دي ان هي تكلم 14، وفرضنا ان انا شغال ايه؟ اكستند. طيب في الحاله دي يبقى الافضل ليا ان انا احطها عند اقرب انترفيس للسورس. ليه؟ بدل ما تطلع وتعمل ترافيك وزحمه ولود وتعمل لها ديسكارد هناك، وانا امنعها في الايه؟ في المصدر اساسا، بدل ما تطلع وتعمل لي دوشه وتروح هناك تقع. بس برضو زي ما احنا قلنا الموضوع فليكسبل حسب التاسك اللي موجود معايا. يعني احنا شفنا كده اللاب بتاع الامتحان ان هو انا همشي عادي جدا، بس الابلاي بتاع الاكسس ليست هعمله على الانترفيس اللي ايه؟ اللي خارج، مش الانترفيس اللي ايه؟ اللي داخل، لو فاكرين اللاب بتاع الامتحان. طيب في عندي شويه ملاحظات واحنا بنكريت الاكسس ليست بتاعتي. اولا اكسس ليست هي تو اكشن، يا بيرميت يا ايه؟ يا ديناي. من الملاحظات اللي احنا قلناها ترتيب الجمل بتاعتك. قلنا مهم جدا ترتيب الجمل. ليه؟ لانه بيبتدي ماتش كده ستيتمنت كده تحت بعضها، بيبتدي ماتش واحده واحده واحده. لو وانس ان هو لقى ستيتمنت ماتش مع الباكت اللي معاه، جمله ماشيه مع الباكت اللي معاه، هينفذ، مش هيبص على اللي تحتها. فلو جيت مثلا قلنا انا دلوقتي قلت له اسمح للشبكه كلها، بيرميت الناس كلها، وامنع جهاز اكس، اللي هيحصل ان جهاز اكس لما يجي يتكلم هيتعمل له بيرميت، مش هيتعمل له ديناي. ليه؟ لان اول جمله بتقول اسمح للناس كلها، طب ما اكس تبع الناس كلها. لكن هنا بقى لو انا عايز انفذ تاسك زي كده بقى، دي الفلكسبيليتي اللي احنا بنتكلم عليها، لا يبقى انا احط الايه؟ الاكس الاول، وبعدين احط القاعده العامه، احط الشاذ او القليل الاول، وبعدين احط الايه؟ القاعده العامه. وبرضو افكركم بنقطه برضو مهمه في الاكسس ليست، وهي ان باي ديفولت عندي تحت كده اخر سطر بيقول لي ايه؟ ديناي اني. يعني اي حد ما عملتلوش بيرميت يبقى انت عارف كده ان اوتوماتيك الراجل ده هيبقى دينايد، ممنوع عندي. واضح الكلام؟ واضح الكلام. طيب فهنا اهوت بيقول لي ان الاكسس ليست يا اما اديها اسم يا اما اديها رقم. التو اكشن بتاعي بيرميت وديناي. بكريت الاكسس ليست، بروح اعمل لها ابلاي على الانترفيس اللي انا شغال عليه، واحدد ان ولا اوت. تمام؟ تمام. وزي ما احنا اتفقنا بالنسبه للراوتر، يعني ان دي قبل ما تخش الراوتر، اوت يعني خلاص دخلت الراوتر وايه؟ وخارجه منه. تمام؟ تمام. بي ماتش توب تو داون، وانس ان هيلاقي ستيتمنت هينفذ عليها، مفيش هيعمل دروب 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 لحد ما يوصل في الاخر يلاقي ديناي ان. طيب بيقول لي خد بالك عشان الترتيب بتاعي انا مش هقدر اعدل في الترتيب، مش هقدر اطلع جمله مكان جمله او انزل جمله، ما ينفعش، هيضطر اعيد كل الايه؟ الاكسس ليست بتاعي. النمبرد اكسس ليست لو انا شغال ستاندرد بديها رقم من 1 ل 99، لو انا اكستندد هشغلها من 100 ل 199، لو نيمد مش هتفرق معايا الرقم لان ما بديهاش رقم اصلا، انا بديها ايه؟ اسم. فبقول له اعملها لي ستاندرد مثلا وسميها عباس، او اعملها لي اكستندد وسميها اي حاجه. تمام؟ تمام. اول نوع عندي اللي هو ستاندرد نمبرد اكسس ليست، بكريت الاكسس ليست، بديها الرقم بتاعها، بحدد الاكشن بتاعي بيرميت ولا ديناي، وبحدد السورس اي بي والسورس وايلد كارد
ماسك، بروح بعد كده على الانترفيس اعمل ابلاي للاكسس ليست واحدد الاتجاه بتاعي. طيب عندي هنا الوايلد كارد ماسك زي ما احنا قلنا هو الماسك بس من وجهه نظر الهوست. وافكركم كده سريعا ان انا لو عايز اعدي مثلا 30 هوست، الطبيعي لو انا هعمل سبنيتنج هشتغل على اللينس كام؟ على ال 32. تمام؟ فاروح مديله ايه؟ شيل ايه؟ قلنا شيل واحد، انتش واحد. تمام؟ تمام. فعايز اعدي 60 هوست يبقى هشتغل على 64 يبقى الوايلد كارد ماسك 63. لو عايز اعدي هوست واحد يبقى هشتغل على وايلد كارد ماسك اللي هو 0. يعني لو عايز اقول له عدي لي الجهاز اللي هو 192 بلا 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 05 مثلا يبقى اقول له 000. انا عايز 5 بس، مش عايز 5 اجهزه، انا عايز الجهاز اللي رقمه 5 بحطها بايه؟ بالزيرو. طيب تعال نجرب برضو كده قبل ما نخش على الاكستندد على التوبولوجي اللي احنا شغالين عليها دي. انا دلوقتي هنا الناس بتبنج على بعضها وزي الفل. تعالى مثلا نحط ايه جهاز هنا تاني. قول له مثلا اي بي 10.0.0 60 مثلا الماسك بتاعنا. جيت واي برضو 10.0.0 1. وتعالى كده نتأكد اقول له بينج على 40.0.0 2. تمام. طيب تعالى بقى هنا نقول ايه. انا هاجي مثلا على راوتر واحد مثلا احنا واقفين عليه ده، وهاجي هنا اقول له ايه، او خلينا نعملها العكس. يعني دلوقتي اللي ايه ان هنا شبكه 10 هقول له اول 30 ما يعملوش بينج على شبكه 40. معايا كده تاني؟ يلا عشان ايه مع بعض كده نكتب الاكسس ليست. عايز هنا اقول له اول 30 مثلا في شبكه 10 ما يكلموش شبكه 40. واضح الكلام؟ ساعدوني بقى قولوا لي هنحطها على انهي راوتر وانهي انترفيس وان ولا اوت. انا هستخدم ستاندر اكسس ليست. ها على انهي راوتر؟ ده 1 2 3. ها ده ستاندر. ستاندر قلنا يبقى عند الديستنيشن اللي هيتحط عند السورس ده اللي ايه؟ ده الاكستندد عشان بدل ما يطلع ويعمل ترافيك وزحمه. صح؟ يبقى انا هنا احط عند راوتر كام؟ 3 على انترفيس كام؟ F0 على 0 اوت. صح؟ تمام. طيب تعالى كده نجرب. نروح كده على ما ينفعش على اس 1 على 0 كده؟ مفيش مشكله. وزي ما احنا قلنا ممكن تحطها هنا وهنا بس حسب التوبولوجي معاك. تمام. فهنا احنا قلنا الافضل ان هو الانترفيس اللي ايه الاقرب للديستنيشن. انا لو حطيته هنا مش هيقول لي لا، وبالنسبه للتوبولوجي اللي قدامي دي مش هتفرق معايا. لكن لو في شبكات تانية لا هيبقى في مشكله. بتتكلم على نفس الراوتر، راوتر 3 ماشي. ما هو لو راوتر 3 عنده شبكات تانية هنا مش هيكلمها برضه. لكن انا هدفي ايه؟ انا التاسك بتاعي ايه؟ انه ما يكلمش 40. فلو فرضنا الراوتر ده عليه 50 ما هو مش لو حطيت على البورت الاول اللي ناحيه بره ده مش هيكلم برضه 50. عشان ابقى متاكد ان انا منعه من 40 بس يبقى احطها على الانترفيس بتاع 40. تمام. طيب هاجي هنا اقول له اكسس ليست 1 بيرميت. تمام. عندي هنا 10.0.0 وايلد كارد ماسك كام؟ 31. تمام. واحنا عايزين نعملها بريميت ولا ديناي؟ مش هتفرق. اللي احنا عايزينه نعملها ايه؟ حابين ايه؟ نعملها ديناي. ماشي يا عم. ديناي 10.0.0 بلا بلا بلا. تمام. طيب لو سبت الاكسس ليست كده ايه اللي هيحصل؟ يبقى كله دينايد. صح؟ تمام. هاجي هنا اقول له بقى اكسس ليست 1 بيرميت ايه بقى؟ ان كده منعت اول 30 وهسمح لاي حد بقى تاني. هاجي هنا بقى اروح رايح على انترفيس F0 على ايه؟ 0. هنقول له اي بي اكسس 1 ان ولا اوت؟
اوت ولا ان؟ اخر كلام. ماشي. اكسس جروب سوري. تمام. واحد اوكي. تعال نجرب. ده جهاز 3 اللي هو واخد كام؟ 60. ماشي. تمام. بيبنج اهو. اوكي. تعال نروح لجهاز 2 اللي هو واخد كام؟ 2. تمام كده. ايه؟ مفيش. اوكي. بيقول لك ان هو انت ممنوع اداريا. تمام ماشي. فكده اول 30 مش هيقدروا كده يروحوا للشبكه ايه 40. تاني 30 او بقيه الشبكه اللي هو من ضمنها الراجل اللي احنا عاملينه ده اللي هو 60 بيبنج عادي. فيها مشكله في القصه دي؟ تحبوا تجربوها؟ لا هتجربوها. يلا. الاكستندد اكسس ليست بحدد سورس وبحدد ديستنيشن. مش كده وبس، ده انا بتحكم كمان في نوع الترافيك بتاعي. انا عايزه يعمل براوز، لا انا عايزه يعمل داونلود، لا انا عايزه يعمل تنت، لا ما يعملش مش عارف ايه. تمام. فعندي هنا بتحكم في نوع الترافيك من خلال الاربع بروتوكولز دول. اي بي لو في المطلق، يعني الاي بي ده يكلم الاي بي ده في المطلق عادي. اي سي ام بي لو انا بتكلم على البينج، والاثنين دولت في اني لاير؟ في النتورك لاير. تمام. اللي هي لاير 3 اللي تحت دي. طب انا لو بتكلم على ابلكيشن بروتوكول، الكنترول ازاي الابلكيشن بروتوكول؟ هقفشه هنا من عند الترانسبورتر. تمام. فهنا اي ابلكيشن بروتوكول لو فاكرين ليه الترانسبورتر بتاعه، يا تي سي بي يا ايه يو دي بي، وليه البورت نمبر اللي شغال عليه. فاما اجي اتكلم على براوزنج، تمام، براوزنج اللي هو 80، فاقول له امنع التي سي بي لما يكون البورت نمبر 80، يبقى انا كده منعت البراوزنج او سمحت البراوزنج حسب ما انا عايز. تمام. يبقى انا بتحكم هنا لو انا هتكلم في المطلق يبقى من خلال اي بي. البنج ليه بروتوكول لوحده اللي هو الاي سي ام بي. لو بتكلم على ابلكيشن بروتوكول فشوف هو شغال تي سي بي ولا يو دي بي، والبورت نمبر اللي هيشتغل معاه. فالمفروض ان انا هاجي هنا اقول له اكسس ليست. تمام. بحدد له رقم من الاكسس ليست، بحدد له الاكشن بتاعي، بحدد له البروتوكول بقى اي بي ولا تي سي بي ولا يو دي بي ولا. تمام. وبحدد هنا السورس اي بي والوايلد كارد ماسك بتاع السورس، والديستنيشن اي بي والوايلد كارد ماسك بتاعه، وفي الاخر بحط البورت نمبر. هو انا سمحت للتي سي بي مثلا لما يكون البورت نمبر ايكوال مثلا 80، وفي عندي ليس ذان وفي جريت ذان. ليس ذان يعني 80 فيما اقل، جريت ذان يعني 80 فيما اعلى. عاده او دايما بنستخدم اللي هو ايكوال. واضح الكلام؟ النيمد اكسس ليست هو نفس الكلام، بس انا بديها اسم. وهو هناك كان بيتعرف على نوعها ستاندر ولا اكستندد من الرقم بتاعها. هنا انا لازم اقول له، باجي هنا اقول له اي بي اكسس ليست، احدد له انا عايز ستاندر ولا اكستندد واديها اسم كذا. لو ستاندر هيدخلنا هو ستاندر، ابتدي اكتبها له من اول بيرميت كذا ديناي كذا عادي جدا. تمام. لو انا اكستندد هخش برضه اديها له نفس الكلام. تمام. هبتدي من عند كلمه ايه بيرميت او ديناي، مش هكتب رقم طبعا في الاول. يعني في الاكسس ليست كنت بقول له اكسس ليست 1 بيرميت كذا كذا كذا، فمش هكتب له اكسس ليست 1 ولا اكسس ليست ايه 100. هو اوريدي انا جوه الايه الاكسس ليست، هكتب الايه الستيتمنتس اللي انا عايزها، وبروح عادي جدا على الانترفيس بتاعي واعمل ابلاي للاكسس ليست بتاعتي عادي جدا، واحدد ان ولا اوت. طيب الاكسس ليست
هتلاقيها في الان بي داخله معانا في حاجات كتير، يعني من اهم النقط برضه اللي بنتكلم عليها حاجه اللي هو الباس كنترول، ان انا مثلا عايز عندي 2 كونكشن للانترنت، فانا عايز ناس تخش من الكونكشن ده وناس تخش من الكونكشن ده، او مش كده وبس، ده ممكن اقول له لو الناس بتعمل براوز فدخلها من الطريق ده، لو الناس بتعمل مثلا داونلود دخلها من الطريق ده. فاللي بيساعدني في القصه دي كلها وحاجات تانية كتير هي الاكسس ليست. فالاكسس ليست مهمه جدا يا جماعه، لان مش هدفها بس سكيورتي ان هي تتحط على البوردز بتاعتي، لا هتلاقيها داخله في نقط كتير معانا قصه الايه الاكسس ليست. يعني على سبيل المثال هنا اهوت اتكلمنا عليها في الان ايه، ان انا ممكن احطها على اللاين في 2 واي اللي هو كان بتاع ايه ده، بتاع التلنت، لو انا عايز اعمل تلنت على الراوتر بتاعي. تمام. هنا مش محتاج احدد له بوردات، انا هعملها ستاندرد. تمام. وهخش جوه اللاين في 2 واي واقول له نفذ لي الاكسس ليست دي. فهاجي مثلا انا لو عايز جهاز معين بس هو اللي يتنت، فهعمل اكسس ليست اقول له بيرميت اكس، واروح رايح جوه اللاين في 2 واي واقول له نفذ لي الاكسس ليست، يبقى اكس ده هو الوحيد اللي هيقدر يخش. تمام. زي ما احنا اتفقنا الموضوع محتاج فليكسبيليتي، دماغك رايقه مع الموضوع. تمام. يعني انا لو هعملها بالاكستندد هتاخد مني وش كتير، ان انا دلوقتي مثلا انا عندي هنا ده الراوتر اللي عايز اتنت عليه، وعندي فيه اكتر من ايه، من شبكه هنا مثلا. فالمفروض بقى اروح من هنا واروح يعني هنا، لو انا هعملها اكستندد واوقف البورت 21 ما حدش يعمل تنت غير الراجل كذا. لكن بكل بساطه البديل اهو، هعمل هنا اخش على اللاين في 2 واي وهي اكسس ليست ستاندر عاديه من مش اكستندد كمان، واروح اعمل لها ابلاي عليها. فايه اللي هيحصل؟ يجي من هنا او من هنا ومن هنا، مفيش غير مثلا 10 ده هو اللي يقدر انه يعمل تنت على الراوتر بتاعي. مفهوم الكلام ولا في اي مشكله في القصه دي؟ حد عنده مشكله فيها؟ طيب ايه